وقت غروب الشمس وقف على البحر بعيد، عمال بحكيله واشكيله واشرح واعيد. فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر، خارجة من المية وطلتها أقوى من السحر. زي ما انتم شايفين ده شكل الكامب اللي احنا موجودين فيه من الداخل. مجموعه غرف زي ما انتم شايفين على ايدينا اليمين، اما على ايدينا الشمال ففي حمام السباحه دوت لو حد طبعا محتاج ان هو ينزل الميه. لكن طبعا طالما البحر موجود فحمام سباحه مش هيكون ضروري قوي، بالذات ان احنا بشكل عام سواء في فندق كبير او في فندق صغير حمامات السباحه مش بنفضلها بشكل كبير مهما اتنضفت. الفندق زي ما انتم شايفين او مش الفندق، الكامب يعني زي ما قلنا لكم بيعتبر مكان اقتصادي، انت بتيجي بتقضي فيه الاجازه بتاعتك واللي بيكون مناسب ليك بشكل كبير. لو انت طبعا من النوع اللي ما بيحبش يقعد في الفندق او المكان اللي هو فيه، مجرد محتاج بس مكان كويس يقدر ينام فيه، فيه تكييف، فيه حمام، وبعد كده بينطلق طول اليوم كله بالكامل، محتاجه بس في عدد الساعات بتاعه النوم. ان طبعا ده من بدايتها ما كانتش معتمده على الفنادق الضخمه او الفنادق 5 نجوم، معتمده على السكن الاقتصادي اللي زي كده. ويمكن في بدايتها كمان كانت قايمه على فكره الكامبات البدائيه اللي بيكون فيها خيام، مش اللي وصلت الشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي حالا. ده المستوى بتاع الغرفه اللي احنا موجودين فيها. احنا مش بنتكلم عن فندق 4 أو 5 نجوم، احنا مش بنتكلم عن فندق خالص. هنا في ده في اماكن اقامه كتير بتسمى كامب. الكامب هو حاجه كده بتكون اقل من الفندق، يعني بيكون السعر بتاعها اقتصادي، لكن اكتر حاجه بتميز الاوضه ان مستوى الفرش مش واسخ، يعني بنتكلم عن فرش نظيف، كمان في تكييف صغير بس قوي جدا من اول ما دخلت بتحس بيه. في ممكن تروح فنادق عاليه ويكون التكييف اللي فيها ضعيف، فبنتكلم عن مستوى تكييف بيعتبر كويس جدا هنا في دهب للي جه قبل كده يعني، او للي ما يعرفش. كمان اغلب الوقت انت بتكون بره بتيجي على النوم، بس لما بتيجي تنام بتحتاج تلاقي سرير يكون كويس، تكييف شغال لو الدنيا يعني حر، ده بس اللي انت بتحتاجه. لكن اغلب اليوم بتكون بره ما بين الرحلات والشواطئ والاماكن المختلفه زي ما هتشوفوا معانا. في ساعة الصبحية انزل على القهوة اللي في حارتي، على ريحة الفول والطعمية افطر الساعه حاليا 9:15. خلونا نروح كده ندور على مطعم من المطاعم اللي جربناها ليكم، واللي هتشوفوه طبعا لسه في الايام الجايه في فيديوهات تانية عن تجارب الاكل او تجارب اكل الشارع هنا في دهب. خلينا نروح نفطر علشان خلاص فاضل على الاتوبيس غالبا نص ساعه، اللي هي الوقت اللي يا دوبك هنفطر فيه، وبعد كده هنبدا نرجع علشان نركب الاتوبيس. في كده حلقه خاصه بتجارب اكل الشارع هنا في دهب هتشوفوها، هيكون فيها الكلام ده بشكل تفصيلي. لكن احنا النهارده ماشيين جينا برضو هنا لان المطعم بيعتبر واحد من اجمد المطاعم اللي بتقدم الاكل الشعبي. احلى حاجه عندهم مميزه كده باختصار على ما تشوفوا الحلقه الثانيه، هو البطاطس الفريسكس اللي قدامكم ديت. كمان قراصه الطعميه عندهم زي ما انتم شايفين، بنتكلم في حجم يعني خرافي. كمان مقرمشه، القرمشه الصح والمظبوطه. عندهم هنا كمان طبق الفول زي ما انتم شايفين، بيكون الحجم بتاعه كبير جدا، بتغرق زيت، بتغرق طحينه، كل حاجه انت محتاجها هتلاقيها. البيض طبعا عندهم موجود، وده يمكن حاجه تقليديه ما فيش حاجه مميزه فيها. ويطلبوا من عندهم البتنجان ده لانه مقلي وبيكون طري جدا زي ما انتم شايفين، حاجه كده دايبه جوه. ايه الاكل اوقات طبعا عندهم تشوف الحاجات دي من الحاجات اللي هم مميزين بيها، بينزلوا ساعات مع الحاجه اللي انت طالبها شويه شيبسي كده بيجملوا بيهم الدنيا، او بيبقى طعمهم حلو يعني. والاهم عندهم السكالانس اللي قدامكم ده، حجم السعرات الرهيب جدا جدا جدا، لكن هنعمل ايه يعني، هي حاجه تعتبر يعني جامده جدا كتحليه في الاكل. هل فعلا دهب ما فيهاش مطاعم كويسه؟ كل مدينه بنحاول ننقل لكم كل حاجه فيها، والاكل هو جزء من التجربه طبعا. علشان كده النهارده هنجرب مجموعه متنوعه من اشهر المطاعم في مدينه دهب، هنشوف الاكل كويس ولا لا، وايه الاهم الاسعار ايه، بحيث لو انت هنا في دهب تعرف ايه الانسب ليك. قبل ما نبدا ما تنسوش تدعوا لامي بالرحمه، فات اكتر من 50 يوم وللاسف مش هعرف اصور الفتره ديت اي حلقات جديده، لكن كان في حلقات كانت خلصانه هتشوفوها الفتره دي، فكل اللي يهمني انكم ما تنسوش انكم تدعوا ليها. منطقة ساحلية يعني أسماك، خلونا نشوف فين ممكن ناكل أكلة سمك في دهب. عايزين بعد الأكل بقى. هي بتبقى في منطقة ساحلية وما نجربش أكلة السمك، عشان كده حاولنا ندور على أشهر مكان أو أفضل مكان بيقدم هنا أكلة السمك، والناس رشحوا لنا شادر السمك. الأكل طبعا اللي طلبناه هو سمك بوري وجمبري، هيتعمل بتر فلاي. طبعا السلطات بتنزل الاول وبينزل الشوربه. الاسعار هنا لسه هنقول لكم عليها عامله ازاي، خلونا نجرب بس. اول حاجه نزلت هي شوربه الجمبري اللي نزلت ديت، ونقول لكم الدنيا فيها ايه. مشاعر كويسه جدا، شوربه الجمبري جامده. كمان نزل معانا السلطات دي بابا غنوج وسلطه خضراء
وكمان طحينه، بس الكميات بتاعتها زي ما انتم شايفين مش عارف قليله جدا ليه. فخلونا نشوف بقى التجربه عامله ازاي. طلبنا منهم 2 سمكه بوري، واحده منهم وهي سنجاري زي ما انتم شايفين، والثانيه بنتكلم طبعا في بوري زيت وليمون. كمان طلبنا الجمبري الباتر فلاي اللي قدامكم دوت، وشويه سمك بربوني مقلي، لان هو احسن حاجه فيه انه يكون متحمر. خلونا نجرب الجمبري ونشوف الطعم بتاعه عامل ازاي. على الرغم ناس كتير جدا بتحب الجمبري يكون مشوي وحاجات زي كده، لكن بالنسبه لي الباتر فلاي واحد من احلى الاختراعات. ما تنساش طبعا الدماغ واللي بيبقى جواها من بهاريز. كمان عندنا السمك البوري اللي هو السنجاري اللي قدامكم ده، طبعا جاي سخن ان هم بيعملوا اوردر باوردر، فالدنيا مختلفه خالص. طعم الاكل جميل جدا جدا، الجمبري رائع. كمان عندنا السمك البربوني اللي ما بينفعش غير ان هو يكون متحمر عشان يديك نفس الطعم بتاع الجمبري. الطعم بتاعه اكتر من رائع. الرز كويس جدا، بس كان محتاج انه يطرى شويه عن كده. دي السلطات المفترض ان هي بتنزل مع الاكل. وتاني وتالت ورابع الجمبري جامد جدا. بالنسبه للاسعار بنتكلم ان كيلو الجمبري بالسوا بتاع كل حاجه يعني فيها طريقه التسويه 900 جنيه. اما البوري بنتكلم في 480 جنيه، اما البربوني ده في 550. الاسعار دي كلها طبعا بالتسويه. الرز بس اللي بتدفع القيمه بتاعته بنتكلم في 30 جنيه، اما السلطات فبتنزل مجانا مع الاوردر، وان كان الكميات بتاعتها قليله جدا. بابا غنوج الطحينه اللي فيه قليله، اما كميه الطحينه ذات نفسها برده فهي قليله. حاجه من الحاجات اللي كنا ناسينها هي البوري الزيت والليمون اللي قدامكم ده. خلونا نجربه ونشوف هل في فرق بينه وبين التاني ولا لا. الذوبان والزبده اللي فيه دي كده تحس ان طعمها جامد جدا، بس يمكن ده علشان كان مفتوح فالبهارات فيه ظاهره اكتر، ويمكن الطعم بتاعه احسن. بنت الشلبية عيونها لوزية، بحبك من قلبي يا قلبي انتي عينايا، بحبك من قلبي يا. بالنسبه ليا اكتر مدينه تقدر انك تصحى الصبح بدري وتتمشى وتستمتع فيها هي دهب. الممشى هنا بيكون خرافي جدا الصبح بدري، بالذات لو بدات يومك من 6:30 7، ويا ريت كمان بيكون قبل كده. عدد الناس اللي بيمشوا جنبك بيكونوا قليلين، تقدر تقف تتصور في اي مكان براحتك، تقدر كمان تستمتع بالهدوء وصوت البحر اللي انتوا سامعينه ده. ويمكن اكتر حاجه بتميز دهب هنا هو فكره ان البحر مفتوح. اغلب الفنادق اللي موجوده هنا في الجزء اللي احنا موجودين فيه دوت مش موجوده على البحر بشكل مباشر، بالتالي البحر مفتوح قدامك في كل مكان. تقدر ان انت يا تقعد عليه يا اما تقعد على اي كافيه من اللي بيطلوا. طبعا هنا في كافيهات ومطاعم بتطل على البحر، بس تقدر تخش يعني جوه لو عايز تشرب اي حاجه، وفي اماكن زي كده كتير بتكون مفتوحه ليك للقعاد علشان تستمتع بالبحر من غير ما اي حاجه تحجب رؤيته عنك. ده بالنسبه ليا احلى واروق مكان ممكن تيجي تقعد هنا فيه في دهب، وهي منطقه العتله بالصاد طبعا مش بالسين. المكان اللي كله فيلات وبيوت بسيطه كده جميله جدا، بيكون من داخلها في حمامات سباحه وبتطل على البحر. تقدر تركن العربيه بتاعتك لو انت مقيم هنا، تنزل البحر في اي وقت انت تحبه. البحر هنا هادي جدا، ونسبه اللي يعرفوا المكان ده او اللي بيجوا يتمشوا فيه حتى لو مستجنين فيه ما تكملش 1 أو 2% من اللي موجودين في دهب. والنسبه الاكبر هنا 99% من المقيمين او اللي بيجوا هنا هم اجانب. المكان زي ما انتم شايفين تحفه فنيه كده من ابداع الخالق. احنا بنتكلم على الكيرف اللي ورايا دوت، اللي الجبال محاوطه كل حاجه، مع منظر المايه الهاديه الجميله ولون الصخور. في كونتراست ابن لذينه هنا معمول هيخليك طول الوقت عمال بتتفرج وبتستمتع وبتقول سبحان الله. قبل ما توصل منطقه العتله هنا، الجزء اللي في النص كده اللي ما بين الممشى والمكان دوت، هتلاقوا هناك في جيم بيبقى فيه طبعا اشتراكات اسبوعيه وشهريه. لكن الاهم طبعا لاي حد جاي يزور دهب وعاوز مثلا يحافظ على الفورمه بتاعته، لو هو من النوع اللي بيروح الجيم باستمرار يعني بيقدر انه يروح هناك. بنتكلم طبعا عن المره الواحده التكلفه بتاعتها 100 جنيه بس. كمان هناك في نفس المنطقه هتلاقوا طبعا مكتبه عامه موجوده هناك، تقدر تقعد وتقرا فيها، وفيها مجموعه متنوعه من الكتب اللي تقدر ان انت تلاقي فيها اللي انت عايزه. اماكن نزول البحر هنا متنوعه، وريناكم طبعا شاطئ اللاجونه واللي بيعتبر واحد من اجمل الشواطئ اللي موجوده هنا في دهب، واللي موجود تحت في جنوب دهب. لكن لو انت مقيم هنا في الممشى في وسط البلد يعني وعايز تنزل البحر هتعمل ايه؟ ده اللي هتشوفوه معانا النهارده. في هنا مجموعه من الكافيهات زي اللي موجوده ورايا ديت، انت بتقعد تشرب الحاجه اللي انت عايزها او بتاكل طبعا كمان لو عايز تتغدى مثلا او تفطر، وبيكون في مكان لنزول البحر، تنزل تعمل سنوركلينج، تستمتع باليوم، تستمتع بالميه. كل حاجه محتاج تعملها هتلاقيها معاك، موبايل معاك، لاب عايز تشتغل كمان من غير ما تحتاج انك تخرج خارج البلد او تيجي بعربيه. خطوات بس على رجلين بتكون موجود في الكافيه اللي انت تقعد فيه ده. خلونا نشوف هنروح انهي كافيه وهنعمل ايه. تيو ده عامة بقى هي هتبقى فريش جوس، حاجات هيلثي، ايس كوفي وحاجات سخنه، هيبقى فيه ديزرتس، هيبقى فيه اكل وشرب، هيبقى فيه كل حاجه، فاهم قصدي؟ بس حاليا اللي موجود العصاير. ايه اللي عندك اسعاره ايه؟ اي عصير 60 للبني ادمين،
وللسمك الاسعار مختلفه، والايس كوفي 70. في حاجات تانية بقى بتبقى مختلفه على حسب اليوم يعني، فاهم؟ في مكسك اليوم ده. مجرد ما بتخلص منطقه اللايت هاوس والكافيهات اللي موجوده هناك، بيجي الجزء الاحب والاقرب الى قلبي يعني، المكان اللي احنا فيه دوت. وده علشان المكان زي ما انتم شايفين هادي جدا جدا. هنا مكان رايق بتاع الناس الرايقه بس. تيجي هنا لو عايز تنزل اي بحر في الاماكن اللي موجوده حوالينا ديت بتنزله بمنتهى السهوله. كمان بتفرش لو انت قاعد معاك كتاب عايز تقرا، الموبايل بتاعك، لو معاك لاب وعايز تشتغل يعني وعايز كهرباء او واي فاي او اي حاجه من كده يعني، بتلاقي مجموعه الكافيهات اللي قدام ديت اللي بتقدر انك تقعد عليها، واللي بتكون اهدى شويه من الكافيهات اللي موجوده تحت في وسط البلد او في منطقه الممشى يعني. بما ان الاجواء الاحلى هنا دايما هي الاجواء اللي فيها حريه اكتر وبحر مفتوح، عشان كده اغلب الوقت الواحد ما بيميلش للاماكن اللي موجوده ورا. الجزء دوت بيكون احسن جزء انت ممكن تيجي وتقعد فيه وتستمتع لو انت من النوع اللي بتحب الروقان يعني والقعده اللي بمزاج. زي ما انتم شايفين سيبنا الكافيهات اللي تحت دي كلها بالمينيمم شارج والقصه بتاعتهم دي كلها، سيبك منهم خالص وتعالى هنا لحد ما تلاقي اخر كافيهين موجودين في دهب. هنقعد في واحد منهم، خلينا نشوف القعده هنا كويسه ولا لا، وهننزل الميه وكمان هندفع كام. انا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون، وساعات زيك مجنون، ومهاجر ومسافر، وساعات زيك حيران، وساعات زيك زعلان، وساعات مليان بالصبر. انا بعشق البحر. سيبنا الزحمه تحت والدوشه والكافيهات اللي محدده مينيمم شارج والقصه دي كلها ووجع الدماغ ده كله، وجينا لانضف واهم جزء موجود في دهب هنا، وهو منطقه الكافيهات اللي احنا موجودين فيها ديت. احنا موجودين في الكافيه اللي قبل الاخير غالبا يعني، اللي بعد ما بتخلص الممشى ومنطقه العسله بتبدا تلاقيه. المكان زي ما انتم شايفين بتبدا تيجي تقعد، عايز تشرب حاجه طبعا بتجيبها، عايز تاكل حاجه وعندهم برده كل حاجه، معاك لابتوب محتاج انك تقعد تشوف الشغل بتاعك، والاهم من ده كله طبعا انك بتستمتع بالفيو اللي جنبنا ده. كمان هتحتاج تنزل الميه، مش هتحتاج تخرج خارج البلد خالص، لان الوصول للمكان بيكون بالتمشيه على رجلين. بتيجي هنا اي احتياجات انت تحتاجها خاصه بالسنوركلينج او اي حاجه بتبدا تاخدها منهم لانهم بيوفروها ليك، وبتبدا تنزل الميه تستمتع بالروقان دوت بعيد عن الصخب والزحمه والدوشه اللي بتكون موجوده تحت. فالمكان فعلا هنا رايق جدا جدا وهيعجبكم لما تيجوا تجربوه. الصوره والمنظر هنا بنتكلم عن منظر خيالي، بالذات الجزء الكيرف اللي ورانا اللي دايما بنقول لكم عليه ده، اللي فيه منطقه الجبال ببقيه دهب يعني، والبحر وتداخل والميكس اللي ما بين الكلام ده كله، مجموعه القوارب المرميه هناك اللي مخليه المشهد سينمائي بالدرجه الاولى. كمان هنا داخل المكان في مجموعه شезлونجات بتقدر ان انت تقعد عليها لو انت حابب يعني، بحيث انك تمدد او تاخد حمام شمس وكده. لكن طبعا بالنسبه لي الافضل هو الترابيزه، بحيث انك بتبقى قاعد في المكان اللي اشبه بالبلكونه ده اللي طبعا مشهوره بيه دهب، وبتبقى قاعد شايف الميه جنبك، مش جنبك، هي تحتيك او تحت رجلك فعلا يعني. زي ما انتم شايفين قعدنا واستقنيصنا واستمتعنا بالجو الجميل وشربنا حاجه كمان. جه الوقت ان احنا نبدا ننزل تحت الميه ونصور لكم هل فعلا الجو تحت يستاهل والنزول في الميه جامد كده زي القعده هنا ولا لا. بجانب معدات التصوير كمان حاجه من الحاجات المهمه جدا عشان ننزل الميه هنا، وهو الماسك ده اللي بقاله معانا فتره كبيره يعني، اللي مفترض ان هو فول ماسك او ماسك كامل يعني، بيكون فيه المكان ده اللي تقدر ان انت تتنفس منه وبيركب كده. المفترض طبعا هو بيكون على الوش بالكامل بحيث ان انت المراخير بالعين بكله وبتعرف تستمتع بالمنظر تحت. لكن احقاقا للحق بعد ما اشتريته في فتره من كام سنه سمعت ان هو خطر ساعات ما بيخرجش، بس ما حصلش ده معايا فربنا يستر يعني. بحاول انبهكم عشان لو حد حاول يجيب واحد زيه بالظبط يعني. احنا نزلنا الميه عالميه جدا جدا جدا. الكافيه اللي احنا مفترض قاعدين فيه دلوقتي هم نازلين منه الميه موجود ورانا اهو. الموقع بتاعه رائع جدا، بالذات الجزء اللي فيه البلكونه دوت اللي بتبقى قاعد والميه تحت رجلك زي ما قلنا لكم فوق يعني. النزول الميه هنا مفتوح، يمكن دي حاجه من احلى الحاجات اللي في دهب، مفيش اسوار ولا حاجات تقفل، حريه بمعنى الكلمه يعني. فكل اللي عملناه احنا جينا قعدنا في الكافيه شربنا مشروب، وممكن شويه كده كمان لو هم عندهم غدا كويس ممكن نبدا نتغدى كمان ونكمل اليوم. والايام الجايه ان شاء الله يعني جزء كبير من الايام ممكن نيجي هنا تاني ونصور لكم من هنا تاني لو في حاجه جديده يعني تستحق ان احنا نصورها. اللي بيميز دهب ان كل المستويات الماديه هنا بيقدروا يستمتعوا بالمكان، من اول الكامبات لحد الفنادق العاليه اللي هي الاربع او الخمس نجوم لو انت حبيت يعني ان انت تقيم فيها.
خلصنا عوم تحت من البحر، خلينا نروح كده نستمتع شويه بالنسكافيه اللي معانا ده. الميه تحت اكتر من رائعه وجميله جدا. المفترض ان الكافيه اللي احنا قاعدين فيه دوت هو طبعا جزء من فندق هنا اسمه مون لايت، واحد من الفنادق اللي موجوده على البحر مباشر، علشان احنا خلاص اخر اليوم يعني، فكتجربه وكقعاد الموضوع اكتر من رائع. الاسم بتاعه زي ما قلنا لكم مون لايت، موجود هنا، بتيجي تقدر تشرب اللي انت عايزه وتنزل الميه. كمان اللي عرفته ان هم عندهم غرف بيكون سعرها حاليا في المتوسط 2000 ونص، دي اللي بتطل على البحر. طبعا في اسعار ثانيه للحاجات اللي ما بتطلش على البحر. لو الايام الجايه بقى عندنا وقت ممكن نصور لكم الفندق دوت من جوه شكل الغرف فيه عامله ازاي، لان طبعا في ناس بتحب تيجي تقيم هنا على البحر، بالذات لو انت كمان اكتر من فرد، لو فردين فبيكون غرفه زي كده السعر بتاعها لما بيتقسم بينك وبين الشخص اللي معاك بيكون الموضوع احسن بكتير. وبتقعد طبعا في فيو زي اللي انتم شايفينه دوت، بتستمتع بكل حاجه، بيكون عندك العادات دي طول النهار، ما بتبقاش محتاج تعمل اي حاجه خالص غير انك تنزل البحر، ولو معاك شغل بتخلصه وبتقعد تستمتع بالاجواء ديت. ده فيها مجموعه من مطاعم المشويات، ويمكن اشهرهم مطعم المصري. زي ما انتم شايفين احنا موجودين النهارده في واحد من اشهر المطاعم اللي بتقدم مشويات هنا في دهب، واللي كان اسمه مطعم المصري، اللي طبعا كنا جربناه معاكم في حلقه من كام سنه، فجايين النهارده نجربه من جديد. هنا كده حبيبي تسلم. يمكن من اشهر الوجبات اللي عنده هي وجبه الميكس جريل اللي بيجي معاها المكرونه اللي قدامكم دي. خلونا اول حاجه نبدا بيها وهي الشوربه اللي بتنزل طبعا فري مع الوجبه، ونشوف الطعم بتاعها عامل ازاي. الشوربه دسمه جدا ورائعه، الطعم بتاعها مظبوط. الاجمد كمان عندهم انك مجرد ما تطلب الاوردر دقايق بالظبط بيكون الحاجه نازله وجاهزه. الاوردر كمان زي ما انتم شايفين بينزل معاه السلطات ديت. البشاميل بتاع المكرونه مظبوط جدا، والطعم بتاعها دسم جدا. اكيد يعني مش سمنه بلدي، بس هي طعمها مدي على سمنه بلدي، جايز تكون يعني سمنه بلدي. دي وجبه الميكس جريل هم بيقدموها هنا، اللي بيكون فيها السمن الكفته اللي قدامكم دي اللي جايه سخنه، وربع الفراخ اللي هو الصدور اللي بيكون مخليه اللي قدامكم دي. تقريبا احنا بنتكلم عن اشهر مطعم مشويات موجود هنا، واللي دايما متعود ان انا اكل فيه وجبه الميكس جريل اللي شفتوها ديت. او مش ميكس جريل قوي يعني، وجبه الفراخ والكفته واللي سعرها 240 جنيه، وبيكون معاها المكرونه بشاميل اللي شفتوها ديت. الوجبه تعتبر كافيه جدا ومشبعه، والطعم بتاعها رائع، والاهم ان الاكل طبعا بيجي سخن وفي دقائق قليله. النهارده احنا في دهب، المدينة اللي بيتقال عنها انها اجمل رحلة هروب من زحمة الحياة. هنا الكل بيهرب للجمال دوت وبيكون نفسه ما يرجعش تاني. جبال من الجمال وبحر رائع وهدوء يخليك تنسى العالم. المكان اللي كله فيلات وبيوت بسيطه كده جميله جدا، بيكون من داخلها في حمامات سباحه وبتطل على البحر، تقدر تركن العربيه بتاعتك لو انت مقيم هنا. الميه هنا رايقه جدا زي ما وريناكم كده، ما فيش اي موج، فبتأجر عربية سعرها تقريبا من 200 ل 250 جنيه. النهارده هدفنا واضح، وهو اننا نلاقي اجمل شاطئ مفتوح في دهب. هنلف وندور ونشوف كمان ايه اللي بيخلي البحر هنا ساحر ومختلف عن اي مدينة ساحلية تانية. النزول الميه هنا مفتوح، يمكن دي حاجة من احلى الحاجات اللي في دهب، ما فيش اسوار ولا حاجات تقفل، حرية بمعنى الكلمة يعني. احنا النهارده موجودين في الشاطئ الرملي الوحيد، اكتر شاطئ ممتع ممكن تيجي تقضي فيه الوقت بتاعك هنا في دهب، شاطئ اللاجونه، الشاطئ اللي موجود في جنوب مدينه دهب. علشان توصل لهنا ممكن تمشي 30 دقيقه او تاخد عربيه، السعر بتاعها غالبا بيتراوح من 150 ل 200 جنيه، بيوديك طبعا وبترن عليه بعدها وبيرجع يجيبك، وفي اوقات طبعا بياخدوا 250 جنيه. انا اخر فرد واقف على الارض ما فيش نظام التاني. زي ما انتم شايفين نظام القعاد هنا بيكون بالشكل دوت، مختلف خالص عن الشمسيات اللي معروفه في اغلب مصايف مصر، ويمكن دي حاجه من الحاجات اللي انا بحبها هنا، ان انت بتبقى قاعد على الارض، عايز تمدد هتمدد، القعده كلها ولا تبقى عباره عن فرشه زي ما انتم شايفين كده. واضافوا ليها الفتره الاخيره، مع ان دوت زود في السعر يعني جامد، او يمكن كل حاجه زادت يعني، هو التندة اللي فوق، او مش تندة يعني، الفرشه اللي محطوطه فوق اللي هي بتقلل او بتمنع الشمس يعني، بحيث انك تخليك تقعد تستمتع. اي حد بيجي بيقعد هنا بيركن العربيه ورانا زي ما انتم شايفين، مع اكله وشربه ومشروباته والميه بتاعته، كل حاجه هو محتاجها، بيبدا ينزل الميه ويجي يريح هنا ويستمتع بالفيو الرائع اللي قدامكم ده. وده بيعتبر واحد من اجمل الشواطئ اللي موجوده هنا فعلا في دهب. هنا طول ما انت قاعد هتلاقي كتير شباب بيلفوا بالعجل بتاعهم، بيبيعوا طبعا كل المشروبات اللي انت ممكن تتخيلها، اي مأكولات خفيفه، حاجات كتيره. الشاطئ اكتر حاجه بتميزه ان فيه جزء
بير رملي، فبيكون مناسب جدا، ما فيهوش اي موج زي ما انتم شايفين، فبتقدر تستمتع بالميه والهدوء اللي انتم شايفينه ده. كمان بره في اماكن للقعاد وريناها لكم او لسه هنوريها لكم لسه حسب ترتيب الفيديو يعني، تقعد فيها براحتك، بتركن العربيه كمان وراك، تحط فيها كل مستلزماتك لو انت معاك عربيه. اما لو مش معاك فبتأجر عربيه سعرها تقريبا من 200 ل 250 جنيه، بتجيبك وبترجع تاخدك تاني في الوقت اللي انت بتتصل بيه قبلها بنص ساعه علشان يجي ياخدك يعني. المكان زي ما انتم شايفين بيكون ورانا كده مجموعه اليخوت اللي بتيجي تنفذ الغطاسات او السنوركلينج المختلفه اللي بتكون رحله لمدتها يوم واحد. هنا كمان بيكون في مجموعه من القوارب اللي تقدر ان انت تأجرها، او كمان الكاياك اللي بيكون حجمه صغير واللي بيكون مناسب لفرد او فردين، بتقدر تيجي تقضي ساعه او نص ساعه في وسط الميه، بتستمتع بالهدوء، ما بيبقاش فيه اي مخاطر زي الكاياك اللي جوه دوت اللي بيخليك طبعا ان انت تمشي في الميه، مفيش اي موج، لو انت مالكش في العوم قوي فمش هتتقلب في الميه، فبتحس بالامان اكتر. وانت موجود هنا في دهب من كتر الشواطئ وتنوعها بتقدر ان انت كل يوم تقضيه في مكان شكل. ان شاء الله في الحلقه ديت او ما اعرفش هيكون في حلقات منفصله حسب ما الحلقه تجيبنا يعني، هيكون في مجموعه شواطئ تانية زي الشواطئ اللي بتكون في منطقه الفنار هناك او اللايت هاوس اللي بتبقى داخل المدينه، ومجموعه الشواطئ الخارجيه المشهوره اللي هي الرحله الاشهر اللي بيكون فيها 3 اماكن زي البلو هول هو مقبره الغطاسين واللي كنا عاملين عنه حلقه قبل كده. المره دي هنحاول يعني نغطيها بشكل مختلف، وابو جالوم ودي ما رحناهاش قبل كده. الميه في التوقيت دوت بتعتبر رائعه جدا، احنا بنتكلم عن ميه فعلا دافيه مش ساقعه. احنا في شهر 11، ما اعرفش الفيديو يعني حسب ما هيتكتب له ان ينزل ليكم، بس هنحاول طبعا ينزل بسرعه بحيث ان اللي يشوف الحلقات ومحتاج ان هو يجي ده بيستفاد بشكل اكبر، ما يكونش الشتاء دخل يعني لسه. This part of my life is called peace. الميه هنا رايقه جدا زي ما وريناكم كده، مفيش اي موج، مفيش طبعا غير صوت الميه بس وبعض اصوات الناس الخفيفه. لكن طبعا الفتره الاخيره مشكله بقت في نوعيه الناس اللي بدات تيجي هنا، اللي بيشغلوا سماعات وبداوا يزايدوا على بعض، تبدا تسمع دوشه، ما بقاش في صوت طبيعي للاسف، بقى في صوت اغاني. مش ضد الاغاني طبعا، اللي عايز يسمع بس يبقى الصوت على قده، او يمكن في ناس كتير جدا ما تعرفش ان يختاروا حاجه اسمها سماعات. بالمره طالما انت كده جيت هنا فحاول ان انت تستنى لحد الوقت بتاع الغروب اللي انتوا شايفينه ده، لان المنظر هنا بيكون خرافي جدا مش هتشوفه في اي مكان تاني. خليك لحد ما تحضر الوقت دوت علشان تستمتع بيه وكمان تتصور معاه. بالنسبه للاسعار فالفرشه ديت اللي بقى عليها المظله اللي فوق دي بقى سعرها حاليا 200 جنيه. افتكر من كام سنه كان يعني ب 10 جنيه او ب 20 جنيه اللي تبقى ست بدويه كانت بتبقى قاعده هنا يعني. الوضع دلوقتي حاليا اختلف، المواصلات زي ما قلنا لكم بتتكلف 250 جنيه، اما اغلب الوقت في شباب بيعدوا ويعرضوا منتجات ان انت ممكن تشتريها، تقدر تاخد منهم اي حاجه انت محتاجها يعني. والافضل طبعا ان انت بتجيب حاجتك معاك يعني، اي حاجه ثانيه ناقصاك بتقدر ان انت تشتريها منهم. كل حاجه تحتاجها حتى لو الشاي في ناس هنا بتعمله، بما فيهم طبعا الستات البدويه اللي بيبقوا موجودين هنا، بيجيبوا لك البراد لحد عندك بتصب منه زي ما انت عايز يعني. واحده من اول الحاجات اللي الواحد بيعملها الصبح اول ما بيصحى من النوم هي اكيد طبعا الفطار. هنا في دهب في اماكن متنوعه جدا للفطار، منها طبعا الفطار الشعبي اللي هنحاول نجرب ليكم اكتر من بديل، منهم البديل اللي ورانا ده اللي هو مطعم المصريين، في مطعم تاني اسمه يوم هنجربه ليكم في يوم تاني، وفي فطار كده بيكون دلع شويه زي الباتيه ولحوم بارده والكلام ده كله، وده اللي هنحاول ان احنا نجربه ليكم يعني في يوم تاني باذن الله. هنحاول طبعا نعمل لكم جوله اكل محترمه هنا في دهب ان شاء الله. واحد من اشهر المطاعم اللي ممكن تفطر فيها هنا هو مطعم المصريين. طلبنا فول وقرنبيط وبطاطس جمبري اللي هي منتشره في الفتره الاخيره جدا في اغلب المطاعم في مصر، وشيبسي وبتنجان وفول. الفطار المصري الطبيعي ممكن اي حد يطلبه يعني. اول حاجه جربناها زي ما انتم شايفين هي الفول اللي بالزبده اللي قدامكم ده. كمان طلبنا من عندهم القرنبيط اللي فيه طبقه صفراء اللي مش هتفرق شويه عن البطاطس اللي هي الجمبري يعني. الفول والقرنبيط رايقين جدا. قلنا طبعا نجرب طعميه عندهم اللي بقت منتشره الفتره الاخيره. طعميه هي طعميه طبعا بس في تحوير بيحصل فيها زي طعميه بالموتزاريلا او طعميه بالكيري اللي هي قدامكم دي. الفطار بيعتبر شعبي بجد ولذيذ واسعاره معقوله على مستوى العالم. المكان اللي بيطلق عليه مقبره الغطاسين ودوت لان في مجموعه كبيره من الغطاسين اللي للاسف ما تعرفش ازاي محترفين وماتوا في المكان ده، بيقعوا تحت تاثير كده زي المخدرات او الخمره يعني. مش هينفع نفوت فرصة إننا نيجي وننزل البلو هول. النهاردة هنزور البلو هول، أشهر وأجمل وأخطر حفرة بحرية على مستوى العالم. الشعاب المرجانية هنا تعتبر رائعة جدا مع الأسماك اللي موجودة. كمان هنعيش أحلى مغامرة على القارب السريع ده واللي هيودينا محمية طبيعية الجمال فيها مش طبيعي.
شواطئ مفيش في جمالها سواء فوق البحر أو تحت المية. كمان هنزور أشهر شاطئ على مستوى العالم والأجمل وهو شاطئ البلو لاجون. لكن على كل المكان جميل وخيالي، مجرد ما تيجي هنا لازم هتتوهم وتبقى مش عايز تسيب فعلا الجمال ده. دهب واخده المركز الاول في افضل الشواطئ على مستوى الشرق الاوسط. طبعا في اماكن تانية فيها الشواطئ الاشهر على الاطلاق، لكن احنا هنا بنتكلم عن الشواطئ الاجمل. النهارده اول مكان هنزوره هنقف عنده يعني من اجمل 3 شواطئ هنزورهم النهارده، وهو البلو هول، واللي هو عباره عن حفره او ثقب يعني في قلب البحر، واللي بيقول ان في نيزك نزل يعني وعمل الحفره دي كلها، اللي بعد كده اتكون فيها جدران عاليه جدا من الشعب المرجانيه، وبالتالي طبعا الاسماك الملونه الاجمل والاشهر على الاطلاق اللي موجوده تحت هنا، اللي هنبدا ننزل ننفذ سنوركلينج. النهارده طبعا مش هننفذ غطسه هنا، هننفذ سنوركلينج نفرجكم على الشعب المرجانيه اللي تعتبر الاجمل على الاطلاق اللي هنشوفها عامله ازاي. المكان اللي بيطلق عليه مقبره الغطاسين ودوت لان في مجموعه كبيره من الغطاسين اللي للاسف ما تعرفش ازاي محترفين وماتوا في المكان ده، ويمكن اشهرهم على الاطلاق يوري ليبسكي اللي صور حادثه وفاته بايده. قصه يوري ان هو كان غطاس وحابب ان ينفذ هنا غطسه. المكان هنا مختلف عن اي مكان تاني، بيحتاج تدريب خاص علشان تنزل ومعدات خاصه ونوع معين من الاكسجين في انابيب يعني معينه. اللي حصل وقتها ان الشيخ الغطاسين هنا كابتن عمر المفترض ان هو حذره ونبهه قبل ما ينزل بساعه، وقال له انك مش هينفع تنزل هنا غير لما تعمل غطاسات تدريبيه للكلام ده كله، لكن هو طبعا ما سمعش كلامه ونزل تحت. احنا بنتكلم طبعا في اعماق او في نفق تحت عباره عن قرش او قوس. احنا هنا بنتكلم عن قوس تحت غايه في الجمال والروعه. كتير جدا من الناس بيحبوا يجوا هنا علشان ينزلوا يغطسوا عنده، لكن الفكره ان بعد اعماق معينه بيبدا حالات سكر معينه تحصل للاشخاص اللي موجودين هنا، بيقعوا تحت تاثير كده زي المخدرات او الخمره يعني نتيجه للضغط اللي بيحصل على الجهاز العصبي. لكن يوري عرف قصته منين؟ الفكره ان هو كان معاه كاميرا متثبته معاه تحت، فعشان كده لحظات وفاته الاخيره صورها بنفسه. يمكن كمان اصوات وفاته كانت ظاهره في الفيديو دوت اللي في اغلب الوقت هتلاقوه محظور لحد ما وصل لنقطه معينه ما بداش يسيطر على اعصابه تحت، وبعدها يموت بعد ما وثق لحظاته الاخيره بنفسه بالكاميرا بتاعته. زي ما انتم شايفين ده شكل الكافيه او مجموعه الكافيهات يعني بشكل عام اللي بتبقى موجوده هنا اللي انت تقعد فيها. لبسنا لبس السنوركلينج وجاهزين علشان نبدا نروح على اول النزله اللي بتكون هناك كده على ايدينا الشمال عند المكان اللي متثبت فيه الرخامات بتاعه الناس اللي ماتوا هنا يعني. فخلونا ننزل تحت نوريكم واحده من احلى واجمل الشعب المرجانيه اللي موجوده في العالم. من اول ما نزلت الميه فهمت ليه المكان ده مش مجرد نقطه غطس عاديه. البلو هول مشهد مفتوح على عالم تاني، البحر الازرق والعميق الهادي وصوت النفس بس هو اللي بيفكرك انك لسه فوق الارض. كل حركة تحت المية بتكشف لك لون جديد، شعاب مرجانية أو أسماك ملونة يمكن تكون أول مرة تشوفها، حياة كاملة ماشية بدون ما نحس بيها، الحركة المتناغمة حواليك في كل مكان، مش بس حركة اللي على سطح البحر وبيعملوا سنوركلينج، كمان تحت في كل عمق هتلاقي كل أنواع الغطس، سواء اللي بأنابيب الأكسجين أو حتى الفري دايفنج، الغطس الحر يعني. الكل هنا بيستمتع وبيتفرج على مستوى الجمال ده واللي مفيش زيه في اماكن كتير غير عندنا. دول احلى 30 دقيقه هتقضيهم هنا في وسط البحر. السنوركلينج هنا مش تجربه، ده شعور انك جزء من البحر نفسه، ولو دي اول مره ليك صدقني مش هتنساها. بالنسبه لي دي بتعتبر واحده من احلى التجارب اللي ممكن تعملها في مصر كلها كسنوركلينج وكمشاهده شعاب مرجانيه والوان اسماك. التجربه ممتعه، حاولوا تيجوا تجربوا المكان لانه بيفرق جدا. حتى لو ما بتعرفوش تعوموا كده كده بيكون في لايف جاكيت، ولو بتعرف تعوم يفضل انك تاخد لايف جاكيت علشان تعرف تستمتع تحت بكل حاجه.
على السلامه. البلو هول بيعتبر واحد من اشهر مواقع الغطس على مستوى العالم. اغلب اللي موجودين هنا برضو كالعاده هتلاقي جزء كبير جدا منهم اجانب. الاحلى والاجمل فيهم ان هم بيبقوا متعودين على انشطه المغامرات، كل منها طبعا الدايفنج والسنوركلينج شويه يعني. فدايما هتلاقيهم لحد ما بيوصلوا سن 70 و80 سنه طبيعي جدا هتلاقيهم موجودين هنا علشان ينفذوا الغطاسات دي. في ناس طبعا هوايتها ان هم يلفوا العالم علشان بس ينزلوا ويتفرجوا على الجمال ده، الجمال اللي موجود هنا في مصر. وانت موجود هنا في البلو هول هتلاقي المكان اللي هناك اللي كله قطع رخاميه مكتوب عليها اسامي الغواصين اللي ماتوا هنا في المكان. ويمكن طبعا اشهرهم يوري ليبسكي اللي كنا اتكلمنا عنه قبل كده، واللي لسه طبعا ما اعرفش هل جزء الحلقه نكون زماننا حكينا القصه بتاعته ولا لا، علشان في ناس ما بتبقاش فاهمه الاسامي دي ايه لدرجه هم فاكرين ان هي حاجه كده للذكرى، فممكن بيفكروا ان هم يكتبوا اسمهم جنبه. اخيرا طلعنا من تحت الميه وشفنا واحده من احلى اماكن اللي فيها شعاب مرجانيه واسماك ملونه، مش هنقول في مصر ولا في الشرق الاوسط، لا في العالم فعلا، لان احنا هنا بنتكلم على مجموعه شواطئ هي متسجله انها الافضل على مستوى العالم. بعد ما نزلنا طبعا من المسار اللي في بدايه الجزء اللي هناك اللي فيه طبعا قلنا لكم القطع الرخاميه اللي عليها اسامي الغواصين اللي هم ماتوا في المكان هنا يعني. بعد ما بنخلص المسار بنوصل للحفره ذات نفسها الهول يعني اللي هي متسميه على اسمها المكان، بناخد فيها لفه كامله في الداخل، بتقدر ان انت تشوف مجموعه من انظر واجمل واحلى الشعاب المرجانيه وحواليها اسماك ملونه لحد ما بينتهي المسار وبتوصل لحاجه جديده لسه شايفهم عاملينها دلوقتي وهو السلم الاستانلس، كانك طالع كده من حمام سباحه او من شواطئ اللي بتبقى مثلا على الفنادق زي فنادق شرم وكده، بحيث ان الطلوع بيبقى سهل، ما بتحتاجش طبعا ان انت تمشي على الصخور اللي كانت زمان اللي هي بتضايق او بتعور الرجلين ديت. لكن احنا فعلا بنتكلم عن تجربه مختلفه جدا، ويمكن ده بالنسبه لي اللي بيميز دهب هنا بجمالها وروعتها وروحها اللي اكتر بالنسبه لي من شرم الشيخ. يعني شرم الشيخ الى حد ما هتقعد هناك في الفنادق وممكن تطلع رحله بحريه يعني سفاري حاجات اللي زي كده، اما هنا في اماكن مميزه بس خاصه بدهب زي البلو هول اللي احنا فيها دي، والمكانين اللي لسه هنروحهم زي ابو جالوم والبلو لاجون واللي بيقولوا عليهم هم كمان من اجمل الشواطئ على مستوى العالم. الغطس طبعا بيكون كلام تاني خالص غير السنوركلينج، لكن طبعا ما لا يدرك كله لا يترك كله، فلو انت مالكش في الغطس تقدر ان انت تيجي هنا تاخد السنوركلينج الماسك بتاعه يعني كمعدات، اللايف جاكيت اللي بيكون مهم جدا ليك وانت موجود تحت، وبعدها بتبدا تنزل في جايد هنا بيسحب الطور والكل بيبقى ماسك فيه لو حد يعني ما عندوش قدره ان هو يعوم او ان محتاج مثلا يستمتع بس بالمنظر اللي بيكون موجود هنا، وبياخد الطور كلها لحد ما بتخلص وبعد كده بيطلع بيقعد في الكافيهات اللي موجوده ورانا ديت. لو انت عايز تشرب حاجه تمام لحد ما بيجي الوقت بتاع الرحله اللي بعدها، واللي هنبدا هناك نطلع الجبل اللي هناك ده وننزل حاجه بسيطه او مش الجبل جزء من الجبل يعني علشان نركب الزورق السريع اللي شبه كده زوارق الهجره غير الشرعيه لايطاليا دوت يعني، علشان نروح بيه المنطقه اللي بعد كده. خليكم معانا. وانت موجود هنا في البلو هول هتشوف الجزء اللي ورايا ده الرخامات طبعا اللي مكتوب عليها اسامي الغواصين اللي ماتوا هنا في المكان، بما انهم طبعا ماتوا هنا حتى لو اتدفنوا في مكان تاني، ويمكن اشهرهم يوري ليبسكي اللي ما اعرفش احنا قلنا لكم القصه بتاعته ولا لسه يعني حسب ترتيب الحلقه ما هيكون يعني، اللي مات هنا طبعا وسجل موته بنفسه، والفيديو بتاعه موجود لحد دلوقتي على اليوتيوب. ورانا هنا زي ما انتم شايفين القوارب بتاعت الهجره غير الشرعيه، بهزر طبعا يعني، اللي ورانا دي الزوارق السريعه اللي المفترض ان هي هتودينا لمحميه ابو جالوم يعني كجزء من رحله النهارده. خلونا نبدا نركبها ونعيش المغامره، ان هي طبعا المفترض ان السرعه بتاعتها بتكون عاليه وتحس بمتعه غريبه في البحر، وربنا يسلم ونوصل بسلام يعني. دي بتعتبر اجمل لحظات هتعيشها في الرحله ديت، مغامره الزودياك السريع ده، وقول لي بعد ما بتخلص البلو هول بتبدا تركبه من هنا. دي حلاوه الرحله يا جماعه. بس وانت راجع مفيش عشان بتبقى مع المايه. في البداية الرحلة بتكون لطيفة قبل ما الأكشن يبدأ، لكن هنا الموج بيبدأ يزيد، ولأننا أصلا ضد التيار فالقارب ما بيعملش حاجة غير إنه بيطير فوق الموج. الإحساس الممتع جدا اللي تحسه وأنت راكب، واللي أجمل من الإحساس اللي ممكن تحسه لو أنت في أفضل مدينة ملاهي وأنت رايح الأدرينالين هيعلى. فاستمتع برحلتك لأن الرجوع بيكون أهدى، لأن القارب ساعتها بيكون ماشي مع التيار. يا ابو سلوم والله النط ايه يا باشا ما نقدر نتحرك. شفيرة عادي.
اهلا بيكم في محميه ابو جالوم. الرحله كانت ممتعه جدا جدا جدا، يمكن انا ما جربتهاش قبل كده، جيت دهب كتير ما جربتهاش وما كنتش متخيل ان هي بحجم المتعه ده كله. فكره ان الزورق دوت ماشي بالسرعه الرهيبه دي كلها وحواليك الجبال والبحر وبيتحدف وبينزل يتهبط تاني، الموضوع مختلف. التواجد هنا على الجزيره طبعا من ضمن برنامج الرحله اللي قلنا لكم ان هو سعره 450 جنيه. خلي بالكم طبعا بيكون فيه اسعار كتير مختلفه حسب اللي انت بتتعامل معاه، يعني شوف مكتب، دايما اسال في كذا مكتب لحد ما توصل لافضل سعر. اكتر حاجه بتميز المكان هو المنظر الرائع بتاع الجبل اللي موجود ورانا دوت، مع التداخل بتاعه مع الشط والميه. تبدا تيجي هنا عندك اماكن كتير لو حابب ان انت تنزل الميه. لسه مش عارف هل احنا هننزل الجزئيه دي ولا هنكتفي بس بان احنا نتفرج عليها. كمان عندنا هنا الاماكن اللي موجوده ديت اللي تقدر ان انت تقعد فيها او تتصور يعني، او تقعد ريلاكس شويه قدام البحر بالمنظر بتاعه الرائع اللي انتم شايفينه دوت، وبرضه تبص على فيو الجبل اللي بيعتبر واحد من افضل الاماكن اللي ممكن تشوف فيها الشكل دوت. أنا بعشق الطريق لأنه فيه لقان وفرحنا وشقان. اول ما وصلت ابو جالوم فهمت ان المكان ده مش مجرد محميه، دي قطعه بحر معموله بعنايه ربانيه. هنا هتلاقي ميكس كده غريب ما بين الهدوء وصوت البحر اللي بيكون ليه لون تاني خالص. بمجرد ما نزلت اتفرج على الشعاب المرجانيه الدنيا اتغيرت. تحتينا عالم صافي، شعاب مرجانيه كانها مرسومه واسماك ماشيه حوالينا بهدوء وكانها بتقدم عرض خاص. اللون الازرق اللي صافي بجد. كل متر بتمشي تحت الميه في ابو جالوم بيخليك تقول لنفسك ازاي الجمال دوت لسه لحد دلوقتي مش معروف. السنوركلينج هنا مش نشاط، ده هروب من الزحمه وعوده للطبيعه في انقى شكل ليها. مش عارف هتبقوا سامعين ولا لا، بس الدنيا تحت مختلفه جدا جدا جدا. الشعاب المرجانيه هنا تعتبر رائعه جدا مع الاسماك اللي موجوده. توقيت كمان النزول، الشعاع بتاع الشمس المفترض ان هو مخترق الميه بشكل معين مخلي الموضوع مختلف جدا. بعد ما بننزل بزودياك او بالقارب يعني هناك السريع ده، بنركب طبعا عربيه المفترض بتمشي فينا 4 كيلو حوالين الجبال او خلال الجزء الشاطئي اللي حوالينا ده، وبتجيبنا هنا في المكان ده. هنا طبعا في كافيهات واماكن انت بتقعد فيها من ضمن برضو برنامج الرحله يعني. احنا حاليا لسه موجودين في المكان التالي وهنتنقل للمكان الثالث. هنا طبعا المكان بتاعك بتسيب فيه الحاجه بتاعتك بمنتهى الامان، بتاخد معدات السنوركلينج اللي خدناها من المكان الاول يعني، وبتنزل تستمتع بالشعاب المرجانيه. الشعاب المرجانيه تحت رائعه جدا جدا مع الاسماك ملونه، مش بنعيد الكلام طبعا، بس يعني هو دي حاجه اللي هنلاقيها في اغلب الاماكن اللي هنجيها هنا. كل مكان ليه طبيعته الخاصه. مكان هنا هادي جدا جدا جدا. واخيرا وصلنا اجمل واهدى مكان فيهم وهو البلو لاجون. المكان اللي انتم شايفين الميه فيه كريستاليه جدا، ما فيش فيها اي موج، مناسبه جدا لو انت يعني مش حابب الموج او ما بتعرفش تعوم، او ممكن تكون بتعرف تعوم عادي بس عايز تقعد تسترخي في الجمال اللي حوالينا ده. المكان زي ما انتم شايفين خيالي، جبال، شمس يعني دافيه جدا 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 بالذات في التوقيت ده، ميه كريستاليه وريحه البحر والهدوء والمنظر الخيالي اللي مناسب جدا لو انت حابب ان انت تتصور هنا كصور او كريلز يعني، بسبب الكيرف اللي ورانا دوت اللي مخلي المنظر هنا عالمي فعلا. احنا حاليا في النقطه الثالثه والاخيره والاهدى فيهم يعني، والوصول لهنا ما كانش عن طريق الزودياك زي ما انتم شفتوا، اللي مخلي التجربه كانها مغامره هو فكره العربيات اللي بنركبها دي. وان كنت ضدها طبعا، هم هنا كده كده بيمشوا بيها بسرعه بطيئه، لكن فكره انك تبقى في صندوق. في اماكن ثانيه في دهب للاسف العربيه بتجري على 120، فلو العربيه اتقلبت فرصه ان حد يخرج منها سليم دي طبعا بتعتبر يعني شبه مستحيله. لكن على كل المكان جميل وخيالي، مجرد ما تيجي هنا لازم هتتوهم وتبقى مش عايز تسيب فعلا الجمال دوت. التكلفه طبعا احنا بنتكلم على 450 جنيه قصاد الكم ده من الخدمات والحاجات اللي انت بتروحها، بيعتبر حاجه عظيمه جدا يعني. الفكره طبعا احنا كنا بنفضل ما بين الرحله ديت والرحله البحريه. الرحله البحريه على قد ما بتبقى ممتعه لكن بتبقى ممله شويه، مفيش فيها جديد. فانت لو عندك اختيار حاجه واحده سواء ده او ده، اختار وانت مطمن الرحله دي، لان فيها حركه وتنوع وكذا مكان انت بتروحهم وشبه مغامرات يعني. Tried the last one on, couldn't speak, fell off.
اللي جنبنا ده طبعا مش بحر ولا بحيره، ده طبعا هي ارض، لكن الميه هنا بتبقى عاليه وبتدخل من المدخل اللي موجود هناك دوت، فبعدها بتملى المكان كده بالكامل وبتحسسك ان هي بحيره، ويمكن علشان كده هي اسمها طبعا لاجون. والله 100 عليك انا 10 من حسن حظنا ان احنا مروحين بعد الغروب، فتجربه ان احنا ناخد الزورق السريع دوت او القارب السريع ده وسط الجبال والبحر وبالليل حاجه كده شبه فيلم المركب. خلونا ناخد المغامره دي معاكم وننقلها ليكم وتستمتعوا معانا. في مجموعه كافيهات لسه بتبقى موجوده علشان الناس اللي جايه من الرحلات البعيده يبداوا يجوا طبعا وياخدوا حاجاتهم اللي سايبينها هنا من اول اليوم، وبكده نكون خلاص خلصنا الرحله معاكم. اتمنى تكون عجبتكم يعني، وكالعاده ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتعملوا شير للفيديو لو عجبكم. الساعة حاليا 9، خلاص وصلنا في قلب دهب زي ما انتم شايفين. بنتكلم طبعا في رينج 8 ساعات او 8 ساعات ونص. الرحلة كانت خفيفة جدا، كمان منظمة. المتابعة هناك في مصر من اول ما الميعاد كان فاضل عليه ساعتين 3 لحد ما ركبنا الاتوبيس، والاتوبيس كمان كان رايق، والرحلة زي ما قلنا لكم كانت خفيفة جدا. خليك على كيفك تملي يا عيني يا لالي يا روحي يا لالي يا سيدي يا لالي وكده زي ما انتم شايفين وصلنا دهب. لسه فاضل 3 ساعات على تشيك ان او تسجيل الدخول يعني كعادة اي فندق في مصر. عشان كده خلونا نبدا معاكم جوله كده يعني مبدئيه نتفرج فيها على جمال دهب اللي وحشتنا. دهب بالنسبه لي من اكتر الاماكن اللي بحبها جدا جدا جدا. دهب يعني حياه، يعني حركه، مش مكان مجرد فندق انك تقعد فيه مثلا تاكل وتشرب وتنزل البول او كده. الموضوع هنا مختلف جدا. زي ما انتم شايفين احنا موجودين على الكوبري المشهور جدا اللي موجود هنا في دبي. احنا موجودين على الجسر او الكوبري المشهور جدا اللي موجود هنا في دهب، اللي بتقدر انك تقف تتصور فيه. افضل اوقات التصوير دلوقتي لان بيكون الاضاءه جايه كده على جزء الكافيهات والكيرف اللي ورانا دوت، ووقت الغروب كمان بيكون جميل جدا هنا، ويبقى التصوير بيطلع صور خرافيه. المكان زي ما انتم شايفين بيعتبر من الاماكن المفتوحه اللي ما بتحتاجش انك تخش كافيه يعني تدفع اي فلوس عشان تنزل الميه، او دهب بشكل عام من الاماكن اللي هي مفتوحه بتقدر تنزل البحر فيها في اي مكان يعجبك. فزي ما انتم شايفين كده هتلاقي الناس ورانا اللي جاي مع نفسه معدات، عايز يغطس بيبدا ينزل من هنا، او عايز يعمل سنوركلينج او يعوم بشكل عام في الميه بيجي في المكان اللي ورانا دوت. ورانا هنا كمان زي ما انتم شايفين مجموعه من الكافيهات المشهوره بالبلكونات، المكان اللي بتبقى قاعد فيه والميه تحتيك، الصور والفيديوهات فيه بتطلع خرافيه جدا جدا. بعيد عن التصوير كمان القعده ذات نفسها بتعتبر جميله جدا. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، اعزمني على نكتة جديدة وخلي. اكتر حاجه بتميز دهب هي الفايبز بتاعتها اللي مختلفه اللي ما بلاش في اي مكان تاني، لدرجه ان جزء كبير من الاجانب اللي هتشوفهم حواليك دول مش جايين سياحه هنا اسبوع او 10 ايام وراجعين بلادهم. دول اجانب، جزء منهم طبعا بيكون عنده شغل اونلاين وخلاص نقل حياته وبدا يقعد هنا لان المكان فعلا يستاهل. كمان جزء كبير جدا من الفنانين المصريين هتلاقيهم هنا، مش اي فنانين، الفنانين اللي هم بيبقى ليهم دماغ معينه كده اللي تتوائم مع الجو بتاع دهب. زي ما انتم شايفين كمان في الجزء ده اللي اتعمل في الفتره الاخيره في التطويرات اللي حصلت في المكان اللي كان فيه الشبك ده، بس هو حاليا محتاج ان هو يتصلح يعني. بتبقى قاعد والميه تحتيك وبتبقى واقف هنا تاخد اجمل صور لان مفيش سور، في مجموعه حبال بتخلي الصوره رائعه جدا. دهب كمان من اجمل الاماكن على مستوى العالم اللي ممكن تعمل فيها دايفنج. هنا طبعا في مراكز كتير، منهم المركز اللي جنبنا ده اللي من كام سنه كنا صورنا لكم منه حلقه غطس. باذن الله في الايام الجايه نحاول احنا نكررها ليكم، لكن النهارده زي ما انتم شايفين كده احنا لسه بنعرفكم على دهب لو اول مره تشوفها يعني، او لو شفتها قبل كده فبنشوف الدنيا هنا وصلت لايه. الفترة دي تعتبر الفترة الذهبية اللي انت ممكن تزور فيها دهب، ذهبية ودهب. المهم يعني شهر 11 هو احسن شهر تيجي فيه، بس خلي بالك ان ممكن بعد فترة هتبدأ الدنيا تبرد
الجو هنا بيبقى افضل من اي مكان تاني، لكن افضل وقت او اخر وقت ممكن تيجي فيه يكون كويس هو الوقت ده. اما لو انت مش بتنزل الميه مش هيفرق معاك، لان الشتاء كله هنا دهب او الجنوب بشكل عام سواء دهب او شرم الشيخ او الغردقه هي بتعتبر مشتى يعني مش مصيف. علشان كده يعتبر المصيف في مصر مجرد ما بيخلص في الساحل بيبدا في مكان تاني وهو دهب زي ما انتم شايفين هنا. هي دي طبيعه الحياه، الناس لسه واصله وهيبداوا الاجازه بتاعتهم وناس ثانيه مروحه. النهارده الاجازه بتاعتنا خلاص كده انتهت يعني على خير. الرحله كانت جميله جدا جدا جدا، دهب من احلى الاماكن اللي انا بحبها. احنا هنا بنتكلم عن رحله اقتصاديه، هحط لكم طبعا السعر كام لحد دلوقتي لسه ما اعرفش ثمن الرحله كام. احنا هنا بنتكلم عن شركه اقتصاديه وكامب، لو مش هتقدر تتاقلم مع فكره الكامب او فكره السكن الاقتصادي يعني حاول انك تدور على فندق هيكون مناسب جدا ليك. اما فكره الكامبات فهي بتكون مناسبه جدا لدهب، وبالنسبه لي كانت تجربه بتعتبر كويسه جدا. الكامب واللي اسمه دهب ان موجود هنا في قلب الممشى، هو مجرد بس شارع صغير. اول ما بنخلصه بنلاقي نفسنا هنا في قلب الممشى، كل الخدمات اللي انت محتاجها حواليك، حتى لو محتاج تشتري هدوم ناقصاك، مايو، لبس، اي حاجه ناقصاك يعني، اكل، شرب، سوبر ماركت زي غزاله ماركت اللي بيعتبر السوبر ماركت الكبير هنا او المشهور يعني. في طبعا ماركتات كتير جدا فيها كل حاجه انت ممكن تحتاجها، الكلام ده كله هتلاقيه جنبك هنا، مش هتحتاج ان انت تركب مواصلات او تمشي مسافات كبيره. الكامب بيعتبر اقتصادي لكن مع ذلك التكييف كان شغال وكان شغال كويس جدا. المياه السخنه طول الوقت موجوده، مفيش حاجه اسمها ميه بتقطع ولا الكهرباء بتقطع ولا موجود حشرات. فبنتكلم يعني عن تجربه لطيفه وظريفه جدا، واللي كان مدتها 5 ايام ب4 ليالي، مده تعتبر كافيه جدا. وان كان دهب ما بتشبعش منها ومحتاج ان انت تقعد فيها مش اقل من 15 يوم او شهر لو واحد فاضي ما وروش حاجه يعني. الوقت اللي هتشوفه في الفيديو دوت هيكون يعني لسه بقيه الحلقات الخاصه بدهب ما نزلتش، ده غالبا هتبقى الحلقه الاولى اللي هيبقى فيها رحله الذهاب والوصول للفندق وشكل الفندق عامل ازاي والمشاهد اللي انتم شايفينها حاليا دلوقتي. فزي ما انتم شايفين الشارع الصغير جدا اللي ورايا ده اللي بيخرج على الكامب. اما ورانا هنا ففي غزاله ماركت لو انت محتاج ان انت تشتري اي حاجه. المكان طبعا اللي جنبه نقطه الشرطه المشهور جدا، واللي جنبنا هنا طبعا منظر البحر الرائع جدا اللي بتشوفه اول ما بتخرج من الكامب. فاحنا هنا بنتكلم عن سعر بيعتبر معقول، او السعر ده لوحده لو انت جيت مواصلات هتدفعه هنا، لكن احنا هنا بنتكلم ان السعر دوت شامل حاجتين، المواصلات رايح جاي وكمان الاقامه في الكامب طول مده الرحله اللي هم 5 ايام يعني ب4 ليالي. هنا في ده في بدائل ثانيه هتشوفوها لسه في الحلقات اللي جايه يعني، عشان دي الحلقه اللي لسه هتبقى في الاول، واللي هي عباره عن مجموعه شقق اللي بتبقى موجوده في العتله هناك، واللي انا طبعا بفضلها بشكل شخصي، اللي بتقدر وانت قاعد هناك تبقى شايف البحر قدامك. المكان كمان كله رايق وكافيهات، مش محتاج تنزل الكافيهات هنا اللي فيها مينيمم شارج والقصص دي كلها، بتقدر هناك انك تنزل المايه في اي وقت وترجع تاني للسكن بتاعك. معاك حاجه عايز تشوي هتستمتع بالرحله فعلا، واللي اسعارها حاليا في الفتره دي بنتكلم في رينج من 2000 ل 2000 ونص، واللي بيعتبر كويس جدا لو انتم مجموعه 5 أو 6 افراد بتقدروا توزعوا المبلغ ده عليكم، كل واحد ما بيكملش 300 جنيه في اليوم. كمان في الممشى ورا في مجموعه كامبات ثانيه بيكون الليله فيها في رينج 600 700 جنيه يعني، وبتعتبر برده غرف مكيفه، منها اللي بيكون موجود في الدور الثاني بيبقى شايف البحر من بعيد شويه، لكن برده بيعتبر خيار كويس جدا لو انتم شخصيا كل واحد برده يدفع في رينج 300 او 350 جنيه في اليوم. الفكره زي ما وضحنا لكم ان ده هنا معتمده بشكل اكبر على السكن الاقتصادي، فكره ان انت كل يوم كده من اول الصبح اللي انت ماشيه في الممشى زي ما انتم شايفين كده لحد الرحلات اللي انت بتطلعها او الشواطئ اللي بتقدر تروح كذا شاطئ منها في يوم واحد. باختصار انت ما بتبقاش فاضي يعني. الموضوع هنا مختلف عن شرم او الغردقه اللي بتكون قاعد طول الوقت في الفندق، الوجبات بتاعتك كلها بالكامل داخل الفندق يعني، هو بنتكلم اول انكلوسيف. لكن هنا ده بالنسبه لي الاجمل فيها هو الحريه، الوقت اللي بتاكل فيه براحتك، المطاعم اللي انت بتختارها كل يوم بتاكل في مطعم شكل، وبالنسبه لي طبعا المطاعم بتبقى افضل في الطعم من اكل الفنادق. كمان الحريه في تحديد اوقات الصحيان اوقات النوم، بتمشي السيستم حسب ما انت عايز يعني، مش حسب ما برنامج الرحله بيقول. كمان اكتر حاجه بتميز ده هنا هو ان اغلب الشواطئ يعتبر قريبه منك يعني، في اماكن كتير جدا مفتوحه، مش محتاج ان انت تقعد في كافيه او في مطعم علشان تقدر ان انت تنزل الميه بمنتهى السهوله. في اماكن كتير مفتوحه زي اللي جنبي دي، او زي ما الاجانب كمان بيعملوا الصبح بدري، بييجوا بيبداوا ينزلوا هنا الميه، بعد كده بيطلعوا خطوات قليله بيوصلوا للمكان اللي هم مقيمين او ساكنين فيه. منطقه الممشى اللي احنا موجودين فيها ديت المفترض ان ممنوع العربيات تدخل هنا، والفتره الاخيره مؤخرا منعوا السكوترز كمان. شايفها طبعا قرار صحي جدا يعني، لان جزء كبير جدا من اللي بيبقوا ماشيين بسرعه عاليه وارد يدخل فيك بوزن جسمه وبوزن السكوتر يكسر لك جزء في جسمك يعني، او على الاقل تتصاب او تتعور يعني. فالممشى هنا بيعتبر بشكل اساسي خاص بالمشاة والدراجات، لان سرعتها بتكون قليله مش نفس سرعه السكوترز يعني، فبتقدر ان انت تتمشى بامان وبمتعه اكتر وبتستمتع بالجمال اللي انتم شايفينه ده. يمكن اكتر حاجه بتميز دهب ان اغلب اماكن الاقامه بتعتبر جنب الممشى اللي احنا موجودين فيه دوت، اللي بتقدر مهما كان المكان بتاعك انك تقدر تنزل وتتمشى وتستمتع بالجمال اللي انتم شايفينه ده. هنا وانت بتتمشى الصبح بيبدا نشاط الغطس قدامكم كده، بيبدا طبعا جزء كبير جدا من المراكز الغوص اللي موجوده هنا في المكان تجهز المعدات بتاعتها، وبتبدا تشوف الناس وهي نازله هنا، اللي جزء كبير منهم اجانب، لكن طبعا لو انت موجود تقدر تجرب التجربه دي. بنتكلم في
بسعر 1000 جنيه بيكون شامل طبعا ان حد بيقعد يشرح لك ايه اللي هيحصل تحت الميه وتعليمات السلامه والامان كلها بالكامل، وبيشرح لك المعدات واستخدامها، وكمان بينزل معاك بيفضل معاك طول التجربه، وبيصوروا كمان فيديو صور ثابته تحت الميه بتحتفظ بيها وبتكون ذكرى كويسه جدا. الاجمل ان اجواء العربيات اللي بتتحمل الاسطوانات والحاجات المختلفه حاجه كده شبه الفيلم جزيره الشيطان لما كانوا في بدايه الفيلم وهم بيحضروا للسفريه. حاليا زي ما انتم شايفين احنا في اول ريست في الطريق، ليكم نصيب ان احنا نكمل الفلوج معاكم يعني، لان طبعا لو كنا رجعنا من نفس الطريق كان هيبقى يعني اعاده محتوى مش اكتر يعني. طريق العوده هيكون عن طريق شرم، وبالنسبه لي بيعتبر كويس جدا لان طريق شرم طبعا كله شبكه ما بتقطعش فيه، على عكس الطريق الثاني اللي احنا رحنا فيه واللي للاسف الشبكه كانت قطع فيه طول الطريق كله بالكامل. ثانيا طريق شرم احلى يعني شويه بالنسبه لي، هو اطول لكن بيكون ممتع اكتر. زي ما انتم شايفين ورانا هنا كده شرم الشيخ، وحاليا احنا وقفنا في محطه وقود هم يحطوا سولار للاتوبيس، واحنا طبعا دخلنا الحمام والريست شويه لو حد عايز يشتري حاجه، وبعد كده نبدا نتحرك في طريقنا للقاهره.